كلشي سكت، حتى الكائن دور راسو بشويه شاف مباشرة العياشي. العينين الصفرين اللي كانوا كيضويو تبدلوا، ولا كيتنفس بغضب. ولكن هاد المره ماشي علينا، كاين كيشوف غير في العياشي. العياشي رجع خطوه للور، واول مره بان عليه الخوف وبدا كيغوت. لا، هادشي ما كانش هو الاتفاق. انا اللي بنيت الصور، انا اللي جبت لكم الضحايا. استغليت هاد اللحظه، هزيت حجره ماضيه من الارض وضربت بكل قوه السلك النحاسي اللي كان رابط المذبحه بدوك الساريات. وفي نفس اللحظه وقع انفجار ضوئي قوي، هز الساحه كامله وخلى الارض زعزع تحت رجلينا. اول ما تقطع داك السلك النحاسي، صوت الانفجار هز الغابه كامله. الضوء الاحمر اللي كان خارج من الساريات ديال الحجر بدا كيتقطع. الكائن خرج واحد الغوطه كتخلع، حتى حسينا بودنينا غادي ينفجروا. ولكن هاد المره ما بقاش كيشوف فينا، دور وجهه مباشره للعياشي. العياشي طاح من يدو داك اللامبه وتبدل الوجه. اول مره شفنا الخوف الحقيقي في عينيه. بدا كيرجع للور وهو كيترعد وكيغوط. لا، قالوا لي بلا دم العمال غادي يكفي. انا خدمتكم 20 عام، انا اللي جبت لكم الناس. ولكن داك الكائن ما كانش كيسمع ولا كيفهم كلام ديال البشر. نقزه وحده وصل عند العياشي وغرس ليه ضفارو في صدرو. خرجت من العياشي واحد الغوطه ما نعاودش ليكم، والدم ديالو تطوش فوق المذبحه وفوق داك الحجر وحتى دوك الساريات. اول قطره دم طاحت فوق ديك المذبحه، البير كامل تبدل. داك السائل الكحل اللي كان في الداخل بدا كيغلي، طلعت منه فقاعات كبار ودخان بريحه الكبريت، وبلاصه كامله عمرات. وفي نفس الوقت بدات الارض كتشقق من تحت رجلينا، والجذوره ديال الشجر كتخرج من التراب كتحرك بحال شي هنج. رشيد شدني من كتفي وغوت: ياسين نوض، هاد البلاصه غادي تريب. كنطيح على الارض بسبب ترعيده وبصعوبه ديال الموقف. شفت الكائن كان مازال مشغول بالعياشي، والدم ديالو كينزل جهه البير. شفت فراشيد وقلت ليه خاصنا نرجعوا للعاجل، وخاصنا نخرجوا من الحدود ديال هاد السور قبل ما يطلع الفجر. ما ضيعناش حتى ثانيه وبجينا كنجري. هربنا من الساحه الملعونه، وفوق راسنا كاين ديك الشراره الحمراء كطير في كل جهه، وتحت رجلينا كانت الارض كتموج بحال شي بحر هايج. بحال الغابه كلها بدات كتنار، الغابه كامله كانت كتزعزع من ورانا. الشجار الكبار كانوا كيطيحوا والتراب كيتشقق تحت رجلينا، وكنا كنجيو وسط الدخان ديال الكبريت اللي كان كيعمي العينين. الصوت ديال العياشي هو كيتعذب باقي كيتردد وسط الغابه، والغوا ديال داك الكائن كان كيزيد يبعد بحال شي قوه كتجرو لتحت اعماق الارض. رشيد غوت وهو كيشير بيدو: ياسين، البلاصه اللي خلينا فيها عاجله راه قريبه. كنا كنجريو حتى وصلنا لواحد الجبل صغير. البلاصه اللي كان فيه عاجل كنطيح عليه شويه ديال الحجر. جرينا عاجل من تماك وبجينا كنحيدو الجذوع ديال الشجر والوراق اللي كانوا طايحين تماك. عاجل نوض، خاصنا نخرجوا من هنا دابا. حل عينيه بصعوبه وجهو كان صفر، غير شافنا وقفنا قدامه وابتسم ابتسامه خفيفه وقال لينا: واش ساليتو من العياشي؟ قال لي: رشيد، ماشي حنا اللي قتلناه، الغابه هي اللي خدت حقها منه. شديت عاجل من الجهه الاخرى وقلت ليه: دابا مبقاش عندنا الوقت، خاصنا نوصل للحدود ديال المعسكر قبل ما تطلع الشمس.
الا طلعت الشمس قبل ما نخرجوا يمكن نبقاو محبوسين في هذا الجحيم للابد. وبدات اصعب رحله دازت علينا. انا وراشد كنا كنعاونوا بعضياتنا، بقينا كنجريو في ديك الغابه، وبدا الضو ديال الفجر كيبان بين الجبال. الضو بيض كيشق الظلام اللي كان مغطي الغابه. وفي وسط الطريق وقفوا قدامنا دوك جوج كلاب الكحلين ديال العياشي، ولكن ما بقاش كيف كانوا مرميين على الارض، الاجساد ديالهم يابسه ومكمشه، بحال دازت عليهم مئات السنين، بحال شي حاجه مصت منهم الحياه كامله. في ديك اللحظه اللي مات فيها العياشي كملنا الجري حتى وصلنا لحدود المعسكر. السور اللي كنا كنبنيوه بيدينا مازال واقف، ولكن اخر 2 متر ما كانوش تبناو، وكانت هذاك هو المنفذ الوحيد اللي يقدر يخرجنا من هذه البلاصه. جرينا جهه الفتحه، وفي ديك اللحظه سمعنا صوت غريب، طاق طاق طاق. ما كان الصوت ديال الخطوات ديال الانسان ولا ديال الكائن، كان الصوت ديال الموتور ديال الطوموبيل كبيره كتقرب بسرعه. خرجنا نشوفوا جهه الطريق من وسط الضباب، بانت الطوموبيله كحله كبيره جايه بسرعه جهه المعسكر. وقفت الطوموبيل، فرانت بجد وسط المعسكر، وتفتحوا البيبان بسرعه. خرجوا منها 3 رجال لابسين كوستيمات كحله نقيه وما بين عليهم حتى اثر ديال الوسخ ولا العيا، بحال خارجين من شي اجتماع ماشي من وسط الجحيم. كانوا هازين اجهزه الكترونيه غريبه وراديوات كيهضروا بلغه ما مفهوماش. واحد منهم كان راجل كبير في العمر، شعره شايب وعلى وجهه اثار ديال جرح قديمه. مشى حتى للسور اللي تهدم، وهبط كيشوف في الحجر والاثار ديال الدم اللي بقى فوق المذبحه. من بعد قال العياشي مات هاد المرة بكري. وشاف شي جهاز صغير في يدو زاد قال الطقس بدا ولكن ما كملش، خسائر كبيرة. من بعد رفع راسو وشاف فينا، ما بان عليه حتى اثر ديال المفاجأة، بحال كان عارف من قبل اننا باقيين عايشين. بدا كيقرب لجهتي شويه وعينيه طاحوا على الدفتر اللي كنت شادو مع صدري. وقف قدامي وقال بهدوء انت هو يا حسين، الدفتر ديال مهدي ما كانش خاصو يوصل لك، هاد الاسرار هادو راه كبر منك وكبر من عائلتك كامله. رجعت خطوه للور، شديت الفاس بقوه، ورشيد وقف قدام عاجل كيحاول يغطي عليه. وانا نقول ليه نتوما هما الشياطين الحقيقيين، نتوما اللي كتجيبوا الناس لينا باش يموتوا، نتوما اللي كتقدموهم قربان. الراجل ابتسم ابتسامه خفيفه، مد يدو تحت الجاكيطه وخرج فرجي صغير لونو فضي ونيش عليا نيشان، ويقول لي بهدوء بحال كيهضر على شي حاجه عاديه. العالم اللي كتعرف ما كيدورش غير بالقوانين، كاين ثمن خاص شي حد يخلصو. المدن والشركات والطاقه كلها عندها ثمن. وسكت شويه ومن بعد قال وانتوما ما كنتوش اول الناس وما غتكونوش اخر الناس. بقى منيش عليا بداك الفرجي، وفي نفس اللحظه كانت اول خيوط ديال الشمس بدات كتبان من مورا دوك القمم ديال الشجر ديال الصنوبر. ولكن قبل ما يضغط على الفرج تهزت الغابه كامله بصوت كيخلع. ارض شقات تحت الطوموبيل كحله، وخرج منها دخان كتير، ريحه الكبريت غطى المعسكر كامل في ثواني قليله. دخان الكبريت الحمر طلع للسما بحال شي انفجار كبير. الارض شقات تحت الطوموبيل، وبدا الهيكل ديالها كيدخل تحت التراب. الراجل الشيباني اللي كان شعره رمادي تخلع اول مره. استغليت ديك اللحظه وشديت ليه يدو اللي فيها السلاح، وانا نقول رشيد شد عادي وجري للفتحه دابا ولا غنبقاو هنايا طول حياتنا.
زوج ديال الرجال اللي كانوا معاه حاولوا يخرجوا السلاح من تحت الجاكيطات ديالهم، ولكن قبل ما يديروها جوج دراع كبار مغطين بالغيس كحل وجدوع ديال الشجره لاويين في دوك الدراع، بحال الغابه براسها ولا تحيه. شدت ليهم رجليهم وبدات كتجرهم من تحت وسط الغواط كيقطع القلب. الراجل الشيباني طاح الارض وبدا كيزحف وهو مرعوب، وشاف فيا بعينين عامرين بالخوف وقال لي عاوني يا ياسين، نعطيك الفلوس نعطيك الملاير، غير خرجني من هنايا. شفت فيه بنظرة كلها احتقار وجبدت تفطر لك حل من صدري وقلت ليه بصوت بارد: الدم العمال ماشي صلعه كتباع وتشرى. دفعتو برجلي وطاح وسط داك الشق اللي بدا كيتسدى ليه بشويه بشويه وهو الاسرار ديالهم. جريت انا ورشيد وهو هاز عادي بصعوبه، وصلنا للفتحه اللي بقات في السور، نقزنا منها في نفس اللحظه اللي يبدا فيها اول ضو ديال الشمس. غير خرجنا من حدود الغابه وبدا السور كامل كيريب قدام عينينا. الحجر طاح والخشب تهرس والضباب الكبريتي بدا كيتحيد، وحتى دوك الاصوات المرعبه اختفت بحال عمرها كانت موجوده. وقفنا فوق الجبل وبدينا كنلهتو من العيا وكنشوفو المعسكر كامل كيغرق في الارض. دوك البراكات طاحوا والحفره تسدات وحتى الطريق اللي دخلنا منها اختفت، كلشي اختفى، بقات غير الغابه. نعسنا فوق داك العشب فوق الارض، كنحاولوا نرجعوا الانفاس ديالنا وكنشوفوا في السماء. ما قدرناش نتيقوا باللي احنا مازال حيين، ولكن وانا غادي نحط يدي في جيبي حسيت بحراره غريبه. دخلت يدي بشويه وجبت الفطار كحل، بقيت كنشوف فيه وقلبي بدا كيضرب بقوه، حيت هاد المره الفطر ما بقاش بارد، كان دافي وكان ينبض بحال فيه شي قلب حي. دازت 6 شهور على ديك الليله المرعبه اللي عشناها في جبال الريف. رجعت للدوار في نواحي ازيلار، الشمس شرقات والما ديال العيون كيبان صافي وكل شي باين عادي. ولكن انا ما بقيتش داك ياسين اللي خرج من الدوار فقير ومقهور. رجعت واحد الانسان واحد اخر، تبدل من الداخل ديالو. عاجل الحمد لله بدا كيتشافى شويه بشويه. الدكتور قدر ينقد ليه رجلو وبقى كيتمشى بصعوبه، ولكن على الاقل بقى حي. رشيد حل حانوت صغير في السوق وبدا حياه جديده بعيد على داك الجحيم. اما انا رجعت عند الوالدين وخوتي وخدمت من جديد في البني حتى قدرت نوفر لهم عيشه مستوره. الحمد لله ما بقاش شي نهار كنعسو فيه بالجوع، ولكن كاينين جراح ما كيبريهم حتى دواء. كل مره كنسمع الرعد في الليل ولا كنشوف البرق كيتشق في السماء كيرجع قدامي داك المنظر، العياشي هو كيغوط والبير والدم والكائن اللي خرج من قلب الظلام. في الاخبار قالوا باللي وقع انهيار ارضي كبير في منطقه جبليه في الشمال وتدمر معسكر كامل، ووقفوا عمليه البحث حيت المكان ولا خاطئ. حتى واحد ما هضر على العياشي، حتى واحد ما هضر على العمال اللي ماتوا، وحتى واحد ما عرف الحقيقه ديال داك الجحيم. ليله من الليالي كنت جالس فوق السطح ديال الدار وجبت الفطار الكحل اللي كان ديال ماتي واللي بقيت مخبيه في واحد الصندوق قديم. حليته بشويه تفاجئ، الرموز اللي كانت معمره الصفحات اختفاو، الحروف اللي كانت مكتوبه بالدم ما بقى منها التآطار بحال عمرها كانت موجوده. بقيت كنقلب حتى وصلت لاخر صفحه كانت خاويه، غير جمله وحده، ولكن هاد المره ما كانش بخط ديال ماجي، كانت بخط يدي انا. قريتها صوت خافت: الغابه ماشي غير بلاصه وسط الجبال، الغابه الحقيقيه هي الطمع اللي كيسكن في قلب بنادم. وملي الانسان كيبيع ضميره على قبل الفلوس ولا السلطه كيولي اخطر من اي وحش. بقيت ساكت شويه من بعد سديت الدفتر، لويتو في طوب بيض ومشيت حدا الواد اللي حدا الدوار.
وقفت شويه كنشوف في الماء وهو كيجري، ومن بعد رميت الدفتر وسط داك الطياره. بقيت كنراقبو حتى بعد عليا وبدا كيغرق شويه بشويه حتى غبر نهائيا. رفعت راسي للسما، هزيت راسي للسما وخديت نفس طويل، ولأول مرة كنحس براسي حر. يمكن الغابة اللعينة اختفت، ويمكن الأسرار ديالها تفنات مع الناس اللي صنعوها، ولكن الدرس اللي تعلمته منها عمرني ما ننساه. كرامة الإنسان ما عندها حتى ثمن، وما كاين حتى مال في هاد الدنيا يستاهل تبيع عليه وروحك ولا ضميرك. شكرا لكم. وصلنا لنهاية حكاية اليوم. إذا عجبتكم القصة ما تبخلوش علينا بلايك والاشتراك، اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات. نشوفكم إن شاء الله في قصة جديدة. الله.